ايه اللي ممكن يحصل لعقلك لو فضلت سهران طول الليل؟ لو انت عندك امتحان فاينل وقررت ان انت تذاكر بقى وتسهر وتطبق للامتحان، ده للاسف اللي هيحصل للعقل بتاعك. السهر بيعاكس طبيعه جسمنا، وده اللي بيأثر على هرمونات زي الميلاتونين، واللي ما يعرفش الميلاتونين ده هو الهرمون المسؤول عن جوده النوم. فمن الاخر السهر هيأثر على جوده نومك، ومع التعب والارهاق اللي بيحصل طول اليوم بيحصل تراكم في جسمك لماده اسمها الادينوزين، واللي هي بتشتت التركيز بتاعك. واللي بيقول بقى انا هشرب كوبايه قهوه واكمل علشان ازود التركيز بتاعي، القهوه والكافيين فعلا هيزودوا التركيز بتاعك، بس في الناحيه الثانيه هيزودوا التوتر اللي عندك، لان الادينوزين والكافيين يعتبروا ضد بعض. فالادينوزين بيشتت انتباهك وبيحسسك بالتعب والارهاق، والكافيين بيعمل العكس تماما، وهو ان هو بينبهك ويزود تركيزك، بس بيعمل مشكله واللي هي التوتر، لان جسمك اصلا يعتبر فاصل. وفي غياب النوم بقى ذاكرتك بتبدا تتدهور، وده بنشوفه مع الطلبه اللي بيروحوا رايحين الامتحان مطبقين، بتلاقيهم عارفين كل المعلومات، ووقت الامتحان تلاقي المعلومات كلها طارت. وكمان من ضمن الحاجات السلبيه اللي بتحصل في غياب النوم، وهي ان القرارات العاطفيه بتبقى متاخده بتسرع شويه. يعني ممكن واحد يطلق واحده عشان بس انه ما نامش. انت متخيل المشكله ممكن توصل لغايه فين؟ وفي النهايه الناس اللي بتقول لك ما تنامش والنوم ده للناس الصغيره والكلام الهري ده كله، اوعى تسمع الكلام ده. النوم عمره ما كان رفاهيه، النوم حاجه ضروريه علشان جسمنا يفضل يشتغل بشكل احسن وعقلنا ما يتاثرش. فلو انت لغايه دلوقتي لسه صاحي، اقفل الموبايل وروح نام، ده لو انت ما عندكش حاجه مهمه تعملها. لكن لو انت نمت كويس ولسه صاحي، فخش خد لك بصه على الفيديوهات القديمه، ممكن تطلع بمعلومه تفيدك بعد كده.